والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة يوم جديد وروتين جديد، ويلا نقول بسم الله ونخش على الروتين بتاعنا لأنه بدأ معانا من بدري. زي ما شفتوا معايا كده عملنا فلافل النهاردة، وكمان هنعمل غدا النهاردة سهل وسريع جدا، في أقل من 10 دقايق هتكونوا محضرة الغدا بتاعك. وكمان هنعمل حلو، وكمان هنروح ننضف الجنينة بتاعتنا وهنزرع كمان، فهنعمل حاجات حلوة كتير النهاردة في يومنا. اتمنى ان شاء الله ان هو ينال اعجابكم. ما تنسونيش من اللايك يا بنات، فضلا وليس امرا. وكمان تشوفوا الفيديو بتاعي وتسيبوا لي كومنت تقولي رايك في الفيديو. ولو انت لسه جديده وبتشوف قناتي لاول مره، اهلا وسهلا بيكي طبعا، تشرفيني وتنوريني وتسعديني. اضغطي على الزر اللي تحت الفيديو، اضغطي اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. واهلا وسهلا بكم جميعا في بيت المتواضع. صباح الطعميه، صباح الفلافل. كنت بتكلم انا وبنتي من كام يوم على مصر، وبقى احنا كنا زي الوقت كنا في مصر، وقال لي كان حاجبهم وقال لي كان حبيبهم والحاجات دي كلها بتاعت الاجازه. قالت لي يا ماما سندوتشات الطعميه في مصر او سندوتشات الفلافل دي بتنزل على قلبي. تقول بتنزل على القلب كده، والله اتفاجئت من كلمتها، بتنزل على القلب على طول. قلت لها من عيلتي انا اعمل لك احلى فلافل. طبعا انا كنت جايبه المكونات بس ما كنتش لسه عملتها. فانا المره دي عملتها بميكس بين الفول والحمص. زي ما شفتوا معايا في اول فيديو كده، كنت نقع حمص وفول ونقعتهم ليله كامله، وبعد كده صفيتهم وحطيت معاهم بصلتين وسط وعيدان بقدونس وعيدان شبت واربع فصوص توم، وضربتهم في الكف بقى زي ما انتوا شايفين يا بنات، مقرمشه وطريه. يعني هي جامعه بين الطراوه وبين القرمشه. لان فلافل الحمص انا جربتها قبل كده كانت بتكون ناشفه شويه، وفلافل الفول بتكون طريه. انما هي لما تعملي الاتنين الميكس كده بيجمعلك بين الطراوه والقرمشه، فكانت حلوه جدا جدا. وكنت حاطه بقى شويه كزبره كده حب في قلبها وانا بحمرها. بصراحه كانت عطياها مع السمسم طعم تحفه. وعملنا الفطار السهل البسيط ده، فطرنا الحمد لله. وقلت بقى اعمل لهم حاجه حلوه. يا بنت خلي عندك دم، ما عملتش حاجه حلوه من زمان. كنت جايبه البسبوسه الاكياس دي من رمضان، وعملت كام كيس كده استعملتهم، والباقي فضل عندي ما استعملتوش. يعني مره اعمل ام علي، بصراحه هم كانوا بحبوا ام علي فتره، كنت اعملها على طول على طول على طول. او نعمل كيكات بقى. فالبسبوسه ما عملتهاش من زمان، فقلت لا خليني اعمل لهم النهارده كيس بسبوسه كده، حاجه حلوه النهارده. يعني بما اني بقالي فتره ما عملتش حلو، يعني مش كنت كل يوم اعمل حاجه حلوه. بقالي فتره بصراحه لا، مش كل يوم، يعني ممكن اعمل مره او اتنين بس في الاسبوع. عملت كيس واحد بسبوسه يا بنات. بتجيبيه هو الكيس مكتوب عليه كل الخطوات والمكونات اللي انت هتضيفيها، فهو فيه كل حاجه جاهزه. بتضيفي مع نص كوبايه من السمنه ونص كوبايه من الزبادي، بتقلبيهم زي ما انت شايفه كده. بتقلبي الاول السمنه مع المكونات بتاعه الكيس، وبعد كده بتضيفي نص كوبايه من الزبادي وتقلبهم كويس جدا. وبتنزلي بس في الصينيه بتاعتك. طبعا لو هي صينيه المونيا هتكون افضل واحسن، لان ده عملتها في البايركس بصراحه استسهلت. وحطيت كده معلقه من السمنه، دهنت الصينيه بتاعتك كويس. لازم تدهني الصينيه بتاعتك تبطنها كويس جدا بالسمنه، وبعد كده تنزلي بالخليط. في ناس كتير بتقابلني بتسأل على مثلا على الفيسبوك على نوع سميد يكون حلو وكويس للبسبوسه. بصراحه مفيش نوع معين. يعني انا كنت الاول بجيب السميد الخام واعمل منه البسبوسه، وكانت بتطلع معايا مظبوطه وحلوه وطريه وزي الفل. الفترة الأخيرة بصراحة ما كانتش بتظبط خالص بالسميد الخام، فبجيب الأكياس دي حلوة جدا.
يعني مثلًا لو أنتم عيلة كبيرة أو عايزة تعملي صينية كبيرة هتعملي كيسين، حلو جدًا. أنا باعمل كيس بكيس عشان إحنا عيلة يعني مش كبيرة أوي. فباعملها على قد مثلًا اليوم تخلص أنا أعمل غيرها تاني، يعني ما احبش الحاجة تقعد كتير، يعني أنا باعمل على القد. يعني حتى الحلو باعمله مثلًا إحنا 5 أفراد بنعمل الحلو بتاعنا على قد 5 أفراد. لكن لو جاي مثلًا حد أو أنا عارفة إن جاي لنا حد مثلًا، الواحد بيزوّد الكمية، فأنا باحب إن إحنا مثلًا أعمل حلو لهم مثلًا لمّا أعمله يبقى على قد اليوم، عشان نعمل حاجة تانية، يعني لمّا آجي أعمل حلو تاني ما يقعدش معايا فترة طويلة، لأ أعمل مثلًا باعمل مرتين دلوقتي في الأسبوع ممكن، ساعات أعمل مثلًا 3 مرات على حسب يعني، فنعمل نوع جديد، يعني ما احبش إن النوع يقعد أكتر من يوم، يوم، يومين بالكتير وبس. بس كده دخّلتها الفرن سخن، بعد ما أنتِ بتعمليها وبتضبّطيها عندِك في الصينية بتاعتِك، بتدخّليها على فرن سخن أهم حاجة، بتشغّليه من تحت ياخد معاكِ لون الأول ويتحمّر من تحت كويس جدًا، وبعد كده تشغّلي الشواية عليه من فوق ياخد لون معاكِ. تعالوا بقى نعمل الغدا السهل السريع بتاعنا اللي في أقل من 10 دقايق هنعمله، هي فراخ بالكريمة مع المكرونة، هنعمل مكرونة قلم مع الفراخ بتاعتنا والخضار. هي مش هتاخد معايا وقت ليه طبعًا لو أنا هاجيب الفراخ واغسلها واتبّلها واقطّع الخضار واعمل كل الحاجات دي أكيد هتاخد معاكِ وقت. بما إن أنا عندي الفراخ بتاعتي جاهزة في التلاجة، أنا باجيبها يا بنات فراخ الشهر مثلًا وبالذات الصدور وباقطّعها مكعبات وباعمل الأكلة دي عارفين، طول ما نوع الفراخ ده موجود أو اللحوم ده عندي في التلاجة أنا ما باشيلش هَم غدا، بصراحة. يعني مثلًا أنا خرجت في يوم واتأخرت، عندي مواعيد، عندي مشاوير، عندي حاجات هاعملها برّه البيت، أسهل وجبة النهارده أنا هاعمل فراخ من اللي في التلاجة. باطلّع كيس واسيبه يفُك معايا لحد ما أرجع، ممكن أعمله شيش طاووق، ممكن أعمله بالكريمة مثلًا بالخضار كده وبالكريمة وجنبه رز أبيض، ممكن أعمله لخبطيطة مع الرز، مثلًا أضيف معاه جزر بسلة وبطاطس مكعبات وأعمله بالرز وأعمل جنبه سلطة زبادي، ممكن أعمل كمان معاه هاعمله بالمكرونة زي بالطريقة دي كده يعني، حطيت هنا مَيّة عشان تغلي المكرونة وحطيت هنا زي ما أنتم شايفين البسبوسة معايا في الفرن. وهاسلق المكرونة الأول وبعد كده هاشتغل في اللحمة بتاعتي. طبعًا باقول لكم إن الجو حلو جدًا مبسوطة أوي إن أنا غسلت البطاطين بتاعتي ونشفتها وعينتها في الأيام اللي فاتت كانت حَر شوية، وطلّعت الغطا الصيفي أخيرًا بدأنا نستعمل الغطا الصيفي وشِلنا الغطا الشتوي، يا سلام! صخرتي ينشراح أخيرًا الجو حلو. هنا بقى كنت باعمل الشربات، طبعًا الشربات طريقته مكتوبة كمان على الغلاف من برّه بتاع على الكيس يعني بتاع البسبوسة، بتضيفي كوباية وربع من السكر مع كوباية وربع من المَيّة، كوباية ونُص من المَيّة، وبترفعيهم على النار مع عصرة ليمونة يغلوا، بعد ما بيغلوا بتطفّي النار وتضيفي باكت من الفانيليا، بس هي كده. المَيّة بتاعتي هنا غلت، هانزل بالمكرونة بتاعتي، وبعد ما المكرونة تنزل في المَيّة السخنة وتغلي غلوة أقلّبها كده وتغلي غلوة باطفّي النار واغطّي عليها واسيبها تكمّل سواها. ما باحبش بصراحة أسيب المكرونة تقعد تغلي على النار، بس هي دي طريقتي في سلق المكرونة. طريقة سهلة جدًا، جدًا، جدًا. وطريقة الفراخ دي حلوة يا بنات إنِّك تعمليها بالخضار وتتبّليها للناس اللي بتحب توفّر أو عايزة توفّر أو عايزة تقتصد مثلًا في كمية اللحوم، اعملي الفراخ بالطريقة دي، هاتيها قطّعيها مكعبات زي ما تحبي الحجم بتاعها مع بصل وفلفل بس كلّه يكون نفس الحجم، وبعد كده بتتبّليهم بالتوابل اللي عندِك، بس أهم حاجة إنِّك تضيفي معاهم زعتر، ريحان عشان يدّيكِ ريحة حلوة وطعم حلو للفراخ. وبتضيفي معاهم شوية من الصلصة، وبعد كده بتعينيها عندِك في أكياس بقى شكّلي منها أكلات زي ما تحبي، زي ما تحبي براحتك خالص. هنا بقى بنضيف ضِفت الفانيليا وبعد كده هاطفّي بقى النار لحد ما البسبوسة بتاعتنا تجهز معانا. حطيت هنا معلقة كبيرة من السمنة في الحلة وهابدأ أشوّح الفراخ بتاعتي. أنا ما كتّرتش هنا مادة دهنية للتشويح، لإن أنا أصلًا متبّلة الفراخ بزيت زيتون، يعني حاطة مع الفراخ زيت زيتون وأنا باتبّلها. طبعًا أنا حطيت هنا كمية الخضار أنا أول ساعة ما طلّعت الكيس الفراخ من التلاجة حسيت إن كمية الخضار بتاعتها قليلة، فطلّعت هنا فلفلاية وبصلتين وسط قطّعتهم مكعبات وضفتهم على الفراخ بتاعتي، هابدأ أشوّحهم لحد ما يدخلوا في سِوَى. هنا بقى طبعًا أهم حاجة إن البسبوسة بتاعتِك تكون طالعة سخنة، وكمان الشربات بتاعِك سخن، وتسقي كده البسبوسة تعمل وتلاقيها بتشرب كده الشربات بتاعها معاكِ. بعد كده بتغطّيها وتسيبيها لحد ما تبرد تمامًا يعني. طبعًا أنا كنت جايبة الزرع بتاعي من البلكونة كان الجو حَر، وأنا قاعدة بقى في البلكونة لقيته عطشان وجِبته كده علشان أسقيه،
ده الزرع اللي موجود عندي، لسه ما جبتش وردة خالص يا بنات، بما إن الجو كان وِحِش خالص الفترة اللي فاتت، فعمّالة استنى أقول لأ أمّا الجو يكون حلو بقى عشان أجيب الورد البلكونة، ادعوا لي إن أنا أروح أجيب، لإن كل مرّة أقول الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي، خايفة الصيف يخلص وإحنا لسه ما جبناش الزرع في البلكونة، وأنا باحب بجد شكل الورد كده في البلكونة، بيدّي لي طاقة كده حلوة أوي في البيت بصراحة. هنا بقى شايفين أنا بعد ما المكرونة اتسلقت معايا وشوحت الفراخ مع الخضار حلو، نزلت بالمكرونة. للناس اللي ما بتحبش الكريمة ممكن تستغنى عن خطوة الكريمة وكده وتقدمها كده وتديها رشة جبنة لو متوفر عندها، وبألف هنا هتاكلي أحلى مكرونة بالفراخ بالخضار. ممكن كمان تعملي هنا تنزلي بدل المكرونة القلم تنزلي بمكرونة سباكيتي، براحتك خالص اللي تحبيه وتفضليه، أي نوع مكرونة متوفر عندك. ممكن كمان تشيلي المكرونة خالص وتضيفي الكريمة وتعملي جنبها رز أبيض بس، تحفة. أنا حطيت هنا 3 علب من الكريمة عشان عندي ولادي بيحبوا الكريمة كتيرة شوية، يعني هُم بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا الحاجات اللي بالصوص الأبيض كتير، بالكريمة، بالبشاميل. بيحبوا الحاجات دي أكتر من الخضار، وبما إن الجو حَر بصراحة أنا بابعد، يعني الأيام اللي بيكون الجو فيها حَر مثلًا أو في الصيف، باحاول أبعد عن الحاجات اللي فيها خضار وشوربة والحاجات دي كلّها، لإن أنتم عارفين الجو الحَر ما بيساعدش أصلًا إن حد ياكل الحاجات دي كلّها، فباحاول أعمل حاجات خفيفة. بس كده هنسيبها بقى تغلي شوية، تغلي كده شوية وتبقبق مع الكريمة مع الفراخ مع المكرونة وبس كده. وهنا البسبوسة بتاعتنا اديناها وش من حبيت بقى أزينها بإيه، قُلت أزينها بجوز الهند وكان عندي شوية فستق كده صغيرين، بس كده. ودي المكرونة بتاعتنا، طبعًا صفصفت عليَّ في الآخر أنا وآدم يعني، اتغدينا أنا إحنا الاتنين يعني، فغرفت لكل واحد طبق، والباقي عندي وشيلته يعني لمّا ولادي ييجوا من برّه يتغدوا. بس كده. وده كان غدانا سهل جدًا وسريع وبسيط، وأحلى حاجة فيه نوع الفراخ ده يا بنات جربوه بجد وشيلوه عندِك في التلاجة هتلاقي نفسِك مرتاحة جدًا. عايزة أكل سهل، عايزة أكلة بسيطة، ممكن تعمليها كمان سندوتشات، يعني ممكن تشوحيها كده مع زيت زيتون والفراخ بالخضار وبصل، وممكن كمان تزودي عليها بصل أخضر وتعمليها سندوتشات، تحفة. ممكن كمان تزودي عليها لو أنتِ عايزاها حمرا مثلًا تعملي عليها صلصة طماطم حمرا، وكمان تحطي معاها وتعمليها بقى بمكرونة أو تقدميها كده لوحدها. تعالوا بقى هنا في فترة البسبوسة، هي كانت لسه ما بردتش، هي بصراحة كانت لسه سخنة، بس كان عندي ابن أختي ربنا يبارك له يا رب، ده كان عندي السقف بتاع الدش وقعت البوهية بتاعته وهو كان جاي يدهنه لي، طبعًا يا بنات هو ليه في الدهانات ما شاء الله، هو دارس يعني الدهانات وما شاء الله هو بيشتغل فيها، اللي حابب واللي محتاج حد يدهن له بيته أو يضبط له الدهانات بتاعته هو ليه في الحاجات دي، ممكن يقول لي وأنا أدّي له رقم تليفونه. فقُلت له بقى أمّا أغرف له طبق بسبوسة كده يدوق البسبوسة بتاعتي قبل ما يمشي. شايفين؟ جميلة، تحفة، تطلع معاكِ مضبوطة 100%. بعد ما خلّصنا بقى الغدا بتاعنا لسه النهار طالع، لسه عندنا الجو ما شاء الله لسه النهار الشمس طالعة، الساعة 08:00 والشمس طالعة، وأختي كمان اتصلت عليَّ عايزة تتمشى، طَب أمشّيكِ فين، أودّيكِ فين؟ قُلت لها تعالي أنا هاخدِك فسحة مِيَّة، مِيَّة. خدتها على الجنينة بتاعتي، كنت محتاجة نعمل لها تنضيف، كنت رُحت قبلها بيوم وجات المسؤولة عن الجنينة، جات المسؤولة يعني اللي هي مسؤولة عن الجناين اللي ذو خبرة يعني، فطبعًا أنا كنت زارعة زرع بقى، وساعة ما اتلقيت الجنينة بتاعتي ما شاء الله مخضرة كده، أنا قُلت الله الزرع بتاعي كل اللي أنا زرعته طلع، يا فرحة قلبي زغرتي يا انشراح. فجيت أبُص قالت لي: "لأ دي اللي أنتِ شايفاه اللي هو مش طالع، لو أنتِ زارعة مثلًا الزرع بتاعِك في خطوط مستقيمة اللي طالع عشوائي ده بتقول عليه أنكراودة، يعني ده أعشاب ضارة لازم تتشال." وبصراحة الست ما قصّرت، والله ما قصّرت معايا، قعدت تنضّف معايا شوية، بس أنا في قبلها بيوم يعني كنت مستعجلة، فقُلت لها: "أنا اتأخرت لازم أمشي." فمشيت، مشينا أنا وهي يعني، وتاني يوم جِبت أختي معايا زي ما أنتم شايفين كده، قعدنا كمّلنا التنضيف بتاع الجنينة بتاعتنا، نضّفتها بقى طبعًا شِلت كل الزرع الصغير ده وزي ما أنتم شايفين طلع عندي شوية من الخس، وعندي كام شتلة طماطم طالعين، ودي فاصوليا طبعًا زارعاها، لو كنت كترت فاصوليا أنا ما أعرفش أنا من ليه ما كترتش فاصوليا، ما شاء الله طلعت، يعني هم كام حباية زرعتهم وطلعوا الحمد لله. وكام دي سبانخ اللي أنا زارعاها دي طلعت، وبعد كده نضفتها وزرعتها، زرعت كزبرة خضرا، وزرعت كمان بنجر، وزرعت ريحان.
ودي الفراولة يا بنات طبعًا كانت كتير جدًا، الفراولة ما شاء الله بتمِد، فكانت مالية لي المكان، فأنا خفّيتها لإن السنة دي ما جابتش محصول بصراحة، فخفّيت الزرع منها شوية. بس ودي شكل الجنينة بتاعتنا. أتمنى النهارده يا بنات إن الفيديو بتاعي ينال إعجابكم، ما تنسونيش من لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وحابة أشكر طبعًا الأستاذ أدهم والأستاذ آدم لإن هم اللي جُم معايا وسقوا لي الزرعة النهارده. بس كده، أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام